السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي. اليوم إن شاء الله مع مائدة إفطار جديدة متنوعة متكاملة. غادي نبداو إن شاء الله بطريقة تحضير مسمن معمر بدقيق القمح الكامل والشعير. نعم أخواتي، غادي ناخدو هنايا نصف كيلو ديال دقيق القمح، غربلتو، ضفت له واحد كاس كبير ديال الدقيق ديال الشعير، وضفت له واحد المعلقه صغيره ديال الخميره البلديه، شويه ديال الملحه والماء باش عجنت. دلكوه مزيان او ديروه في العجانه حتى يتعجن لكم مزيان، وخليوه يرتاح لكم مده كافيه، تقريبا ساعتين 3 ساعات. كل ما ارتاح كل ما كان اكتر. هنا خديت شويه ديال الشحمه ديال الجمل، ذوبتها، شحرت شويه ديال البصله، الفلفله حمراء والفلفله خضراء، شويه ديال القزبره والبقدونس، شويه ديال الثوم. بالنسبه للتوابل ضفت الزنجبيل وشويه ديال الكركم، شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال القزبره اليابسه، وخليتهم يبداو يطيبوا على نار يعني متوسطه. خديت العجين ديالي سرحته، بعد ما ارتاح كتمددوه كدهنوه بزيت الزيتون وترشوه بالنخاله كيف كتشاهدوا، النخاله اللي غربلت من القمح، وكديروه هكذا المسمن ديالكم. حاولوا ديروه 4 حتى طيبوهم عاد باش تشكلوا 4 الاخرين، لان كيجي كيتلصق ودوك الطيات باش يبقاو باينين ليكم. فاش كتسرحوهم وكتبغوا طيبوهم كتعاودوا تحلوهم وديروا فيهم الحشوه على هذه الطريقه هكذا. كتضمنوا انها ما غاديش تخرج لكم ويجيكم المسمن هكذا مربع. كاينين شي وحدين طيبتهم او عمرتهم، زدت ليهم الزيتون الاسود ودرتهم على شكل دائري. كطيبوه في هذه المقلاه ديال الطين او اي مقله اللي متوفره عندكم. الا كنتو غادي طيبوا في مقلاه الطين جهدوا النار عليها مزيان. هنا غادي نديرو التحليه تقريبا بحال التحليه اللي كنت شاركت معكم، غير الاختلاف انها بالقهوه. عندي 2 كؤوس ديال القهوه، غليتها وضفت لها 5 ديال المعالق كبار ديال النخاله ديال القمح محمصه. ضفت شويه العسل لان القهوه كتكون شويه مره، ووزعتها على الكؤوس. ومن بعد خديت الموز قطعته دوائر وحطيته فوق منها، درت شويه ديال الكركاع ورشيت بشويه ديال اللوز هكذا مهرمش. نتوما زينوا باش ما بغيتو، كتجي مذاق رائع، المذاق ديال القهوه. هذا هو الشكل ديال المسمن اللي عمرنا، هذا الدائري اللي فيه الزيتون الاسود، وهذا المربع اللي فيه غير البصله والفلفله. كيجي في الصراحه زوين، وبهذه الطريقه كيجيكم رائع في التعمار وما كتخرجش لكم الحشوه، لانه كيكون يعني بهذيك الطريقه اللي وريتكم وشاهدتوا معايا في الفيديو. هنا عندنا السلطه المغربيه اللي هي بالطماطم والخيار والفلفل والبصل، كتجي زوينه حتى هي، فيها تتبيله ديال القزبره اليابسه، الكمون، شويه ديال الحامض، زيت الزيتون والملح. هنا عندنا القطبان ديال الحوت، كندير لهم عصره ديال الحامض، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الثوم، القزبره والبقدونس، التوابل، الزنجبيل، الفلفل الاسود، الكمون، شويه ديال القزبره اليابسه، وتنخلط، والملح في طبيعه الحال. هذا داك السمك اللي كيكون هبره، درت معاه شويه ديال الشحمه ديال الجمل، كيجي في الصراحه لذيذ، كيجي بحال شكل داك الفوفيله ديال البكري، وهو رطب رطب. كتضربوا العافيه في الفاخر، شويتهم في الفاخر، كيجيو في الصراحه رائعين ولذاذ. ننصحكم تجربوا هذا النوع ديال القطبان ديال الحوت. هذه هي المائده اللي كانت النهار اليوم، كلها فوائد. بالنسبه للعصير اكتفيت فقط بالخيار والجزر، طحنتهم مع الماء وشربناهم. كنحاول نكثر من الخضر قد ما قديت في هذا الشهر. السلطات، حاولوا تقلوا من العجائن خاصة المصنوعة من الدقيق الأبيض، وكثروا من الخضر كيف قلت لكم، البروتين، الحويجات اللي غادي ينفعوكم في صحتكم. بطبيعة الحال كاين الحريرة المغربية، اللي بغاها تيشربها، اللي ما بغاهاش كيكتفي فقط بهذا الافطار. كأس الشاي ديال اوراق الزيتون حتى هو.
وهادو هما الاطباق ديالنا. كنتمنى اخواتي تكثروا من اللايكات ديالكم، التعاليق ديالكم كتزيد دعمني وتحفزني لاعطاء المزيد من الفيديوهات. تشجيعاتكم جد مهمه لتشجيع القناه والاستمراريه ان شاء الله في طرح مثل هذه الفيديوهات. عطوني الاقتراحات ديالكم، شنو كتبغوا انني نشاركو معكم في هذا الشهر الكريم، وانا معكم ان شاء الله. ما بقى لي الا نودعكم. تقبل الله منا الصيام والقيام، والسلام عليكم الى فيديو قادم.